السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبت حاجة جميلة جميلة جميلة. ليه بقى؟ دي أحسن حاجة بقى بصراحة. أنا وريتكم القلاية ووريتكم كل حاجة جبتها، والعصارة وسندوتش ميكر. دي بقى أحدث ما وصل إليه العلم. بس أنا جبتها آه من على النت. أم حمزة للتسويق، أستاذ عز، وتليفونه موجود في قلب قناته على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. بس انا مش بعرف اتعامل مع الفيسبوك، فانا جبتها من على اليوتيوب. اللهم صل على سيدنا محمد. قدامكم اهي ضمان 3 سنين. انا جايباه، انا بقالي 3 شهور بحلم بيها بصراحه. 3 شهور اقول كل يوم، كل شهر هحوش 1000 لغايه ما اجيبها. فما شاء الله اتصلت كده، بنتي اتصلت بيه، قال لها ادفعي 100 جنيه عشان الشحن وهات الوصل وصورهولي على الصفحه. فاحنا سالنا عليها بره، لقيناها اغلى 250 جنيه. يعني واحده قالت ب 3200، لكن ام حمزه للتسويق الاستاذ عز قال ب 2850 وال100 الشحن. فحسيت هو بيجيب من السعوديه على طول. اللهم صل على النبي اهي، اللي هي خبازه كهربائيه 3 سنين قدامكم اهي، 2200 واط و800 واط، وبيتعمل فيها كل حاجه. اما انا دخلت على النت لقيت واحده عامله فيها العيش والبطاطس والبطاطا والبيتزا والكيك. ما شاء الله ما شاء الله، دخلت في دماغي. وانا اي حاجه تخش في دماغي لازم اخطط لها واجيبها. المشكله هنا ايه بقى؟ الخبازه كبيره قوي مهوله. انا ما صدقتش ان كل دي السعه بتاعت، يعني ممكن تعملي عليها فطيره مشلتته، تعملي ميني بيتزا، تحط لك بص قد ايه. انا بصراحه اتفاجئت بحجم الخبازه، حجم كبير جدا. عايزه عيله فلاحين يقعدوا يخبزوا ليل ونهار. يعني انا دي 40 سم. المشكله انها جت سهله قوي، يعني جت سهله قوي. مجرد ما كلمت الاستاذ عز، طب ادفعي 100 جنيه في النت، رحنا دفعنا وخدنا الوصل، صورناه، قلنا بقى هتيجي بعد يومين 3، جت تاني يوم الصبح. هو انتوا عارفين ان حاجته موثوق فيها ما شاء الله. هو بيجيب من سيف جيلري اللي هو في السعوديه. انا حسيت ان الطبليه بتاعتها كبيره قوي. ايه ده كل ده؟ هعمل بدي ايه؟ قلت خليها تنفع، ممكن يمنعوا العيش ولا حاجه، هتنفع. طبعا نوصفها، تشوفوا من جوه عامله ازاي اهي، والحجم عامل ازاي. ممكن تحط صينيه لو عندك، ممكن تفرشي عليها ورق زبده زي ما انت عايزه. ولما نعمل عليها حاجه هنقول لكم. المشكله في هنا بقى الشباكين اهو، عشان تشوفي الخبيز وفي لندا وهو شغال. دي ما عملتش فيها حاجه خالص. انا قلت اعمل عليها ريفيو الاول، اكلمكم عليها. دي احدث حاجه بقى. دي بقى بصراحه ربنا قعدت افكر فيها كتير. قولي 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 3000 مقفولي. قعدت افكر فيها كتير ازاي اجيبها واحصل عليها. كل حاجه تعمليها. انا جايبه القلايه بتعمل، بس دي وانا قاعده اهو هخبز واعمل كل حاجه. طيب نبص للكرتونه. هي اسمها اديسون، خبازه كهربائيه اهي. ما شاء الله ما شاء الله. انا ما شفتش في حجمها بصراحه. انا قلت هتيجي زي اللي بتيجي في التلفزيون كده صغيره، لا لا، لقيتها مهوله. اللهم صل على سيدنا محمد. اهي اديسون اهي من السيف جيلري. وادي الميزات اللي فيها. احلى حاجه فيها ان فيها تايمرين. واحد لو عايزه تشغلي، احلى حاجه عايزه تشغلي اللي تحت بس قبل ما العيش يتحمص او يجي من القعر يستوي، وتقفليها وتساوي اللي فوق تحمر.
فده شغال لوحده وده شغال لوحده. وده بصراحه اللي عجبني فيها، انك ما تشغليش ال 2800 واط كلها كده، لا، ممكن تشغلي فوق شويه اما يحمر الوش. يعني تحطيها الاول من تحت، الظهر بتاع الحاجه تستوي، وبعدين تفتحي عليها الشوايه اللي فوق، هتديك الحمار وتتنفخ زي ما هي موجوده. المشكله ان هي جت بسهوله جدا. ما كنتش اتوقع ان انا هطلب وهتيجي اهي من اديسون الكتريك. مش متوقعه ابدا ان انا اطلب بالليل تجيلي الصبح، ودي السرعه في التنفيذ. طبعا هعمل عليها اي حاجه هصور لكم عليها. يعني ممكن حط بتنجان هنا، بتنجان يستوي بسرعه، حط بطاطا، حط بطاطس، هعمل فيها 10 حاجات وهوريكم. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا بتيجي ب3، الفيشه بتيجي ب3. رحت اشتريت لها ده امبارح الفيشه، عشان من السعوديه بتيجي عامله ازاي. احنا طبعا ما عندناش في مصر ال3 فيش دول، احنا عندنا في مصر الفيشتين. طب اعمل ايه؟ طب اجيب مشترك؟ ما لازم تجيبي مشترك جامد، لانها بتطلع حراره كتيره جدا. قمت رايحه جايبه ده 3 هنا وهو ب2، بقى زي النظام المصري. انا فرحانه بيها جدا وهحاول اعمل عليها. بصوا عامله ازاي. لا بس انا قلت مش ممكن تكون كل الحله دي اللي انا طالباها، يعني 40 كبيره، عايزه عيله كبيره. هنعمل عليها كل حاجه هنعرف هتعمل معانا ايه. لسه يعني لسه في هيبه منها كده، في هيبه، في حبه خوف منها. يعني انا بشوفها كتير على النت وبتني اتفرج واتمحص وكده. لقيت اديسون الكتريكا، لقيت اديسون دي هي المشهوره وهي اللي بتتحمل وكاتبك 3 سنين ضمان ما شاء الله. ام حمزه للتسويق، ام حمزه للتسويق. طبعا انا ما عملتش فيها حاجه، بقول لك انا حطاها من امبارح بالليل ونمت. يعني انا فتحت كرتونتها ونمت. انا قلت هتيجي بعد يومين، هتيجي بعد 3. دفعت ال100 جنيه وصورت له الوصل وخلاص. ما شاء الله. بقول لك تاني يوم الراجل بيتصل بيا، عربيه شحن كده، قال لي انت اللي طالبه الخبازه؟ قلت له ايوه. والله جابها لي لغايه السلم، يعني نازله له الشارع عشان اخدها منه، لقيته واقف على السلم تحت. فنقول ام حمزه للتسويق، نقول للاستاذ عز احنا متشكرين على الامانه، وعمل لنا فيديو جرب لنا فيها الخبازه وازاي نفتحها وازاي نستعملها. بصراحه ربنا انا ما شفتش كده. انا اول مره اجيب حاجه من على النت، لسه بقى اما اعملها واطلع الحاجه منها واشوف قد ايه احنا هنستفيد منها وقلبتنا هيستفيد منها. يعني الخبز اللي مش عاجبك، نفسي اعمل خبز شوفان، رحت جبته العيش اللي هو السن، تعرفين العيش السن اللي كان ب20 والنص ب10، اجيب النص يقعد معايا قد ايه. لا الوقت عيش السن بقول له هات اللي هو السن الخفيف ده، يقول لي الكيلو ب38. قلت على ايه ده؟ انا كوبايتين دقيق على كوبايتين رده ناعمه على حبه خميره هعمل احلى عيش. فانا هعمل العيش السن اللي واجعين قلبنا عليه باقل حاجه، الرده في البيت، الدقيق في البيت، الخميره في البيت. هعمل لكم العيش السن وقولوا لي مبروك على الخبازه الكهربائيه، ويا ربنا يجعلها خير علينا ان شاء الله. ولما اخبز اوريكم عملنا ايه. كبيره جدا جدا، عايزه عيله. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.